تعالوا لي، ايش تتوقعون اليوم ايش راح نسوي؟ راح افاجئكم بفد شي كلش طيب راح نسويه سوية وما يكلفكم وينوكل ويا النواشف ويا السمك ويا اي اكلة تحبوها. ان شاء الله يعجبكم شغل الطرشي مالتي. يلا تعالوا وياي واروح لكم للسوق العربي واشتري هاي الخضورات الزينة، غسلتها وقطعتها باعوا. واشتريت هذا الخيار اللي يسمونه الطعروز عندنا او الطرح، طبعا ما موجود عندنا بس نلقاه معلب وجاهز. اشتريت خل الاسود اللي خل التمر او اي خل. هنا عندي الكزبرة، وهنا بهارات الطرشي هاي شوفوها جتني من شمال العراق. وهذا المي ما اذبه مال هذا الخيار ابدا. شوفوا شلون الطريقة راح اسويها، طبعا جدا سهلة وبسيطة. جدر مي على النار خليت بيه كاري، كيفك ايش قد تردين كاري براحتك وكركم على مود اللون. اني ما اخلي صبغ اخاف منه. هنا اخليت ملح الخشن واخلي المي مالح بحيث نشعر بيه ملوحة حتى لا يعفن الطرشي. راح يفور عندي المي وراح اراويكم شلون اسوي الطريقة. بدأ المي الفور راح اذب القرنابيط. شوفوا فورة وحدة بس يذبل طلعوه. هسه راح اطلع. شوفوا راح اخلي اللفت او احنا نسميه شلغم هذا شوية اكثر من فورة ماشي عيني، وهذا كمان فورة ونص تقريبا. شوفوا نطلع. عندنا اللهانة ايضا فورة واحدة فقط لان بس تذبل نطلعها. شوفوا ماكو بس اخذت شوية حرارة المي طلعتها. نجي على الفلفل نخليه بوحدة ايضا وفورة ونص فقط. شوف هسه تقولوا ليش ما سويتي كل السوى؟ لا ما يصير، كل من حسب درجة حرارة المي والفترة. انتبهوا حتى يضبط عندكم الطرشي. هذا الطرشي السريع يسمونه، يعني يوم الثاني تاكلوه وبالعافية. عندي فلفلايات حمر بثلاثة هسه قلت عدم من باقيات خطية خلينا نسويهن بسرعة لان هذا بسرعة يموعن الفلفلايات الحمر. وهسه راح نطلع الفلفل. راح اشتري ثوم عجم، ضروري ثوم العجم، صح غالي بس يعطي نكهة تخبل. باكر اجيبه واخليه فوق الطرشي. بالبداية افور مي حار وانقع بمي وملح واضيفه على الطرشي. طبعا هاي معلومة. شنو معلومة؟ يلا نجي للخيار هذا. شوفوا ماكو بس تخلونه وجبة كاملة مرة واحدة بالمي وتطلعوه بسرعة لأن هذا روحه مايعة. ما أريد يموع، أخليه يبقى يقرمش كلش طيب يصير. هسه راح أشيله بسرعة. هذا المي أخليه يبرد وأستخدمه ويا الخل. وراح أضيف دبس ما أريد دبس الرمان يصير بيه شخرة مو طيبة. دبس مال التمر، انتبهوا دبس التمر. وهذا الشكل النهائي راح أخلطه كله سوا وأضيف عليه البهارات وتركه يبرد. ضيفوا الكزبرة، طبعا الكزبرة تنطي طعم مو طبيعي. طاعوا أنا قسمته قسمين حتى يكفي وينخلط زين. هسه نضيف البهارات عليه ونخلطهن. طبعا ألبس جفوف. يلا أخلط. خلنا نشوف والله الجفوف وين صارن. شوفوا بهذا الشكل يكفي. هذا المي ما ذبيته قلت لكم باعوا. نضيف عليه الخل. نضيف عليه دبس الرمان حتى يصير حامض حلو. باعوا هاي عندي دبس الرمان شوي ثخين خففته وراح اذبه عليه.
بنات ذوقوه، إذا حامض حيل تقدرين تضيفين عليه قليل من السكر عادي حتى يصير حامض حلو. كملنا التعبئة وراح نضيف عليه هاي المخلوط الحلو، شوفوا، ونسوي من جديد حتى يتغطى كل الطرشي. عيوني بعد بيتي قليل من زيت الزيتون حتى لا يعفن، إذا شفتوه مو مالح ضيفوا ملح عادي. وهاي كمل الطرشي مالتنا، وإن شاء الله بألف عافية. 3 أيام وتاكلون من عندي. عندك بطنك خليه ولا يهمك. وياي شلون راح يطلع يا يما يا يما، الله أكبر. طبعا إذا الدنيا حارة يوم والثاني يستوي. ماشي عيوني؟ وألف عافية. تحياتي لكم، إن شاء الله تعلمتوا طريقة الطرش السريع، وإلى اللقاء في فيديو جديد. تحياتي لكم، أختكم أم رامي.